في إطار الانطباع السريع وانطلاقا من اقتناعي الدائم الراسخ الذي لا أحيد عنه غالبا، لا يمكن لي إلا أن أعتبر هذه الدورة الجديدة لمعرض الكتاب، دورة 22 الجديدة لمعرض الكتاب الدولي للنشر، الذي دأبت وزارتنا وزارة الثقافة على تنظيمه كل ربيع، إلا مناسبة ثمينة وفرصة غالية لتبادل الآراء والإصغاء بين جميع المنتجين والمستهلكين للثقافة بوجه عام والمغربية بصفة خاصة حول واقع الكتاب المغربي بالدرجة الأولى أو في المقام الأول، والكتاب العربي والأمازيغي والأجنبي بصفة عامة، وما راكمه هذا المعرض الدولي للكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة من رصيد ثقافي لا يمكن لأي متابع إلا أن ينظر إليه بعين الرضا الكليل عن كل عيب، وليس دائما بعين السخط التي لا تبدي إلا المساوئ، كما على حد قول الشاعر العربي أبي الطيب المتنبي. ففي كل دورة هناك جديد على مستوى العناوين الكتب الجديدة على الصعيد المغربي. لا يمكن أن نعد بعض العناوين، ولكنها لا تعدد، وخاصة في هذه السنة. يعني الأعمال الروائية المغربية الصادرة كثيرة، الدواوين المغربية كثيرة، الأبحاث والدراسات كثيرة، وإعادة طبع كثير من الأعمال المغربية كثيرة، والأعمال الكاملة لبعض كتابنا ومفكرين أيضا جديدة. وأنا على المستوى الشخصي كذلك سعدت بتوقيع روايتي الثانية كازانفا الصادرة هذه السنة عن دار العين المصرية، وبتوقيع كتابي المترجمين في دار المنشورين عن دار رؤية القاهرية كذلك، وبتوقيع كتابي الصادر عن منشورات اتحاد الكتاب المغرب من ثمار براري النثر وبحار الشعر. وكذلك كما رأينا معظم كتابنا وشعرائنا من المغرب وقعوا أعمالهم سواء القديمة أو الجديدة. كان المعرض فرصة ثمينة أيضا للتعرف للقاء المثقفين العرب فيما بينهم من خلال الأمسيات الشعرية باللغات كثيرة، بالأمازيغية، بالعربية، بالفرنسية. وأنا شخصيا كان لي شرف المساهمة في لحظة شعرية مسائية جميلة، كذلك من خلال الندوات الفكرية المتنوعة المواضيع التي أقيمت، واحتفاءات كثيرة بأدب الأطفال وبالقراءة وبالكتاب على العموم. هذا المعرض السنوي ليس مجرد سوق لتبادل سلع المعرفة والثقافة،
ولكنه مناسبة إنسانية كذلك للتأكيد على أن المغرب الثقافي والفكري والإبداعي يعني أصبح مركزا. المغرب ثقافي مركز ثقافي قوي ومركزية، أو إذا صح التعبير مركزية ثقافية قوية لا يمكن لأحد هنا أو هناك النيل منها أو القفز عليها أو الاستهانة بها. المغرب الثقافي عميق وعريق ومنفتح على كل ما هو منفتح الآفاق على كل ما هو جديد وحداثي ومتنور. لذلك هذا المعرض هو أمل أيضا ثقافي وروحي، بل دعاء للمثقفين والمبدعين عموما لأن يحفظ المغرب العزيز الحبيب من هذه آفات العصر الجديدة، أن يحفظه ويصونه من كل أعداء الحياة وأعداء الكتاب وأعداء المعرفة وأعداء الجمال، من الظلاميين ومن التطرف ومن العنف ومن الإرهاب الذي أصبح يعني شو كان داء عضال ينخر الجسد العالمي وليس العربي فحسب. لذلك فالمعرض الكتاب كما قلت وأجدد أنه فرصة ثمينة للتأكيد على هويتنا المغربية الأصيلة والجميلة، وتجديد الثقة في أنفسنا في ماضينا وفي تراثنا، والتفاؤل كذلك بمستقبل المغرب الحر والديمقراطي والحداثي والمتعدد والمتنوع والثقافات والمتعدد والمتنوع الرؤى نحو كل ما هو نحو الغد الأجمل.